ان انا موجود في حركه 20 فبراير لطلب حقوق المواطنين، وانا مواطن مغربي عايش من 20 سنه ولا قريب. جيت ليبيا سامحين في رزقنا وسامحين في كل شيء، انا مغربي عايش في ليبيا، جيت عائله ارض يعني من النازحين اللي هم معروفين يعني ولا شيء، تمشي للعامل يندس عليك ما عادش بيطالب بيك. مشينا على اساس الخدمه اللي هربنا من القمع وهربنا من البطاله وهربنا من الجحيم، من الحرب حصلنا في البطاله ديال الجحيم، فتمشي طالب حقك ما في حد يكلمك ولا يعدل عليك ولا شيء. العامل هذا مش موجود، مدير الديوان مش موجود، لاش هذو موجودين؟ لان احنا مواطنين هم باش يخدمونا لكن ما خدموناش، كنطالبوا بحقنا، ما طالبين بديور، ما طالبين سيارات، ما طالبين فلوس، احنا سمحنا في حقنا وسمحنا في كل شيء. المطلوب انه هو العامل يعني تشغيل الكفاءة وتشغيل المواطنين والعمال وكل شيء، فما عارفين منهم شيء يعني، حتى لهجتنا كلها متغيرة. معايا اولادي، جبت اولادي، جبت كل شيء. ما خدامش انا، قاعد ساعات انا سمعت كل شيء. هذه بطاقة تثبت انه شغال في فندق 5 نجوم، فندق الحصول الأربعة فندقي، هذه بطاقة ليبية، هاي تثبت انه عايش في ليبيا. هذا المواطن المغربي يجي يعيش هنا من القمع ومن الذل، يجي يعيش في الذل وفي القمع مرة ثانية يعني نعيشوا احنا مرتين، حتى من اليمات السبعينات الثمانينات. احنا في الحالة هذه مشينا لعامل الولاية ما يستقبلناش، العامل يستقبلنا، العامل مدال في الكرسي ما كيبانش الا الموظفين الجردانة، هادو هم الجردان ديال المغرب، هادو هم اللي خصو يدوروا كرسي بكرسي ويدوروا عليهم مكتب بمكتب كما قال معمر. ودقت ساعة العمل يعني دقت ساعة الغضب، وساعة الغضب آتية لا محالة راح تجي، والمواطن المغربي حياخذ حقه ونداشت الكرامة نتاعه ونداشت الجنسية نتاعه. يعني هل هو مواطن مغربي او مرتزق او الله اعلم يساري؟ ما نمشيو نشاركوا حتى انا في اذا كان الاوراق والجواز والباسبور والبطاقة هذه ما تفتح حاجة، انا مانيش مغربي، هذه بطاقة مغربية لكن فيها العنوان ليبيا، يعني حتى الشهادة تستقبل لو تبغي تاخذيها مقدم. هذا شنو يكون إذا كان ما يوقعش عليها توقيع؟ شنو يكون؟ كل مواطنين المغاربة. الدستور الجديد أنا ما فهمت فيه والو، أنا فهمت في حاجة واحدة ولا اثنين، السلطة للسلطة واللي يهدر ياكل العصا، هذا هو اللي فهمت منه أنا، ما فهمت منه حاجة. السلطة للسلطة يعني.